يقول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في هذه الآية يمدح الله رب العالمين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه رضي عنهم وأرضاهم، وكذلك رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أفضل الناس في هذه الأمة رسول الله ومعه الصحابة الكرام، ثم يأتي في المرتبة الثانية التابعون الذين رأوا أصحاب رسول الله وتربوا على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة أتباع التابعين الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا أصحاب رسول الله، ولكنهم رأوا الجيل الذي تربى على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم شرف الصحبة، فقد صحبوا الرسول ولازموا الرسول ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع عنهم رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس لأمته: إياكم أن تسبوا أصحابي، فلو أن الله رزق أحدكم جبل من الذهب فأنفقه في سبيل الله لما استطاع أن يصل في الأجر والثواب والفضل إلى واحد من أصحابي ينفق ملء كفه طعاما في سبيل الله. فملء الكف من واحد من أصحاب رسول الله أفضل من ذهب تتبرع به في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم تشرفوا وشرفهم الله بصحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ولأنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنقف مع واحد من هؤلاء في مواقف من حياته لنرى تأثير تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الذي لا يمكن أن يتكرر بعد ذلك. هذا الإنسان الذي سنقف معه هو واحد من أصحاب رسول الله، جمع الله له بين الصحبة وبين القرابة. هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أقرب الناس إلى الرسول، هو ابن عم رسول الله، هو حبر هذه الأمة، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العجيب في حياته أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا فقط، لم يزد على 2.5 سنين،
فقط من حياته يلازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في فترة طفولته وصباه، يعني لم يكن شابا بالغا. هذا الرجل ولد عندما كان المشركون يحاصرون بني هاشم في شعب أبي طالب في مكة، ولما هاجر النبي من مكة إلى المدينة لم يقدر على الهجرة لأنه كان من الولدان يعني الأطفال، وكانت أمه من المستضعفين. قال فلم أهاجر، ولم يترك مكة إلا بعد فتح مكة، فخرج من مكة إلى المدينة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 2.5 فقط، تعلم فيها الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت علامات النجابة والذكاء والفطنة وهو طفل صغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه كما يتكلم مع الشباب والكبار. يقول مرة كنت أركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات عظيمة يقف أمامها الكبار عاجزين، ومع ذلك يقولها النبي لهذا الغلام ولهذا الطفل الصغير. يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بهذه الكلمات العظيمة ينصح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، فهم هذه الكلمات واستفاد بها وأثرت في حياته حتى وفاته. ويستمر هذا الغلام ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس. فهذا الأمر سهل له الدخول على بيت رسول الله، فرسول الله هو ابن عمه وفوق ذلك هو زوج خالته، فكان يدخل بيت رسول الله، بل أحيانا يتأخر به الليل في بيت رسول الله فيبيت في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبيت في حجرة الرسول متزوج بخالته، فهو يبيت عند خالته وعند ابن عمه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة وهو عند رسول الله في ليلة من الليالي يرى النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، صلاة الليل، فقام وتوضأ وفعل مثل ما يفعل النبي، وهو طفل صغير، فعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برده وبذكائه، فدعا له اللهم علمه التأويل وفهمه الكتاب. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات مباركات، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ويستمر هذا الغلام مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينقل لنا الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ولم يبلغ 13 من عمره. يحكي لنا عن موقف من هذه المواقف، يقول لما نزل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه، دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خميصة، يعني قطعة قماش مبتلة ماء، فكان صلى الله عليه وسلم يضع هذه الخميصة على وجهه
من شدة حرارة الحمى التي أصابته صلى الله عليه وسلم، فكان يضع هذه الخميصة على وجهه، فإذا اغتم يعني ضاق نفسه رفعها. قال وبينما هو كذلك لما أفاق قال اشتد غضب الله على اليهود والنصارى، اشتد غضب الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا، أي يحذر أمته أن تفعل مثل فعل اليهود والنصارى. ويظل عبد الله بن عباس يقول حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بذلك قد كون ملكة علمية، ولكنه يعلم أن هذه المدة القصيرة 30 شهرا فقط لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفي، فأراد أن يتعلم جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أمر على الصحابة، على كبار الصحابة، أي واحد أعلم أن عنده حديث من أحاديث رسول الله أذهب إليه. قال فكنت أحيانا أذهب إلى الرجل منهم فأجده في بيته نائما وقت القيلولة، فأستحي أن أطرق عليه الباب فأتوسد فراشي على الباب وأنام على الباب حتى كانت الرياح تسفو علي التراب، فيخرج الرجل فيجدني على بابه بهذه الهيئة فيقول ما لك يا ابن عباس، لماذا لم تأتني، لماذا لم تطرق الباب؟ قال استحييت، إنما جئت إليك لأنني علمت أن عندك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت لأسمعه منك. فيقول الرجل من أصحاب رسول الله هل أرسلت إلي لأتيك عندك في بيتك فأحدثك؟ قال لا، ما ينبغي، أنا الذي أطلب العلم، فأنا الذي آتي إليك لأتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستمر هذا الرجل في هذه الحصيلة العلمية حتى يصل إلى درجة عالية، فيأتي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو إلى الآن لم يتجاوز 20 من عمره، ولكنه وصل إلى درجة عالية من العلم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقدمه ويجعله في وسط كبار الصحابة، وظل هذا الرجل يزداد علما، وكانت علاقته بالصحابة مع أنهم أكبر منه وهو أصغرهم إلا أنهم كانوا يقدرون له العلم، حتى إنه كان يخطئهم، يقول يا فلان أنت أخطأت في هذه المسألة، فيقبل منه النصيحة، حتى إنه يوما خطأ علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب أفضل منه وأحسن منه بل وأعلم منه، ولكن أخطأ في مسألة، فأرسل إليه عبد الله بن عباس يبين له هذا الخطأ، فما كان من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا أن استجاب له ولم يعارضه، لأنه يعلم أن هذا هو الحق. هذه المسألة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه جماعة من الشيعة الغلاة، فوقفوا أمامه وقالوا له أنت هو، يا هو أنت هو، فقال ما هو؟ قالوا أنت هو، هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله، عياذا بالله. فقال ويلكم، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، إنما أنا عبد من عباد الله. قالوا لا، أنت الله، وأصروا على قولهم. فعند ذلك حكم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يحفر لهم أخدود من النار ويحرقون فيه، وبالفعل فعل بهم هذه الفعلة لما أصروا على كفرهم. فوصل الخبر لعبد الله بن عباس، فقال ما كان ينبغي لعلي أن يفعل ذلك. سبحان الله، يعترض على من؟ على علي بن أبي طالب، وعلي في هذا الوقت هو أمير المؤمنين وهو أفضل منه وأعلى منه درجة، لكن عنده علم، ما دام عنده علم يعترض. قال أخطأ أمير المؤمنين وما كان ينبغي له ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لأحد
أن يعذب أحدا بالنار، ولا يعذب بالنار إلا خالقها، فما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما الذي كان عليه أن يحكم عليهم بالقتل، لأن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو حكم الله في هذه المسألة. فوصل الأمر لعلي بن أبي طالب فندم على ما فعل، وتمنى أنه كان أرسل إليه بهذا الحكم قبل أن يفعل ما فعل. هكذا كان شأن الصحابة، يرجعون إلى الحق ولا يتمادون في الباطل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد عباد الله، ولا زال حديثنا عن هذا الرجل العظيم، حبر من أحبار هذه الأمة وإمام من أئمتها، واحد من أصحاب رسول الله ومن أقارب ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقيدتنا أننا نحب الصحابة ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغالي فيهم ولا نزيدهم على قدرهم الذي وضعهم الله سبحانه وتعالى فيه، وإنما نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم.